العين ومن أهلي كمان براس العين وبيتي هنيك وكل شيء يعني إلي هنيك. بلشت أعطي دروس بالمدارس، نوتات موسيقية، أغاني للأطفال. فوصل صوتي إنه للمركز الثقافي إنه أنا موجودة بهي المدرسة عم أعطي نوتات وأعطي الأطفال الصغار، أعمل جروب أطفال صغار مشان أغاني أطفال. ففي أساتذة كانوا موجودين دعموني بهذا الشيء، أساتذتي اللي كانوا موجودين هن اللي ساعدوني. فأنا بعدها طلعت بموهبة إني أنا كنت ما أعرف إنه هاي الموهبة موجودة عندي. بعزف بيانو، بعطي نوتات موسيقية للأطفال. بلشت حياتي بالمركز الثقافي. طبعا أحلى حياة، أحلى أيام مع الأطفال. حلو إن الواحد يتعامل معهم يعني ما تحس إنه عم تعامل كبار. موهبة يعني أنا كنت ما أعرف إنه كانت موجودة عندي. صرت بإدارة الاتحاد الفناني، رئاسة مشتركة براس العين. اجيت للرقة لهون، استقبلوني الأساتذة الموجودين هون. صرت أداوم بمكتب الموسيقى بمركز الثقافة والفن في الرقة. داومت بمركز الثقافة والفنون بالرقة بمكتب الموسيقى تقريبا شي شهرين. بهالشهرين أنا عملت عمل يعني كثير حلو للأطفال. أسست فرقة فيروز أنا والأستاذ سردار والأنسة نوال. تعاملنا معهم بإعطاء أغاني للسيدة فيروز، أغاني للأطفال. طبعا أغانينا كانت معبرة كلها عن السلام، عن دعم للأطفال اللي راحوا بترفعات ومجازر ثانية. حاليا أنا رئاسة مشتركة لمركز الثقافة بعد ما اكتسبت من الرفاق أخذوا ثقة أنه أنا قد هذا الحمل وقد هاي الموهبة اللي أنا موجودة عندي. واجهنا معاناة كثيرة بتهجيرنا إلى كثير مناطق. يعني اليوم أنا أهلي بمكان وأنا بمكان، أخواتي بمكان وأنا بمكان. يعني وضع راس العين اللي مر فيه ما حدا لسه عمر فيه. يمكن يشعر هو إجا بصفة إنه راح تكون منطقة آمنة إنه يعني طلع الموجود مو منطقة آمنة. الموجود إنه تشرد لأهالينا، تشرد إنه الوضع صار أسوأ بالنسبة لنا. بس إحنا كنا متعايشين، كنا يعني ما في فرق بين عرب أو كردي أو سرياني أو آشوري، عشنا مع بعض. يعني أنا اليوم كل رفقاتي اللي موجودين ما بعرف وين صاروا وين أراضيهم. يعني أنا كل رفقاتي عشت معها.